هذا المسلسل برعاية رياشات أبو القاسم بأرمنت الوبورات. كلام محروس صح يا اخوي، ما احنا هنكونوا برا البلد وقت الحادثه وعمر ما حد هيشك فينا. ويه ما اداكش فلوس برضك؟ كانك اتجليت يا ولد الغريبه ومش خايف. معك فلوس الدنيا منشفها علينا. انا عندي عيال عايز اربيها، اقول لك ده بدوني حته ارض زينه اكل منها عيش انا وعيالي. عليك نور يا اخوي. وده بأمارة ايه؟ بأمارة ان ابوك كتب الارض كلها باسمي، حتى البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده مكتوب باسمي برضه. والله لا انت ولا هو فاهمين حاجه، اخواتي دول ممكن يعملوا اي حاجه لاجل فلوس الارض، واسالني انا يا ولدي. بلا وش يبيع الله يعال، حتى الراجل القليل ده بقي لي راي. لا سمح الله ما اقصدش يا جابر. الامان يا عفيفي. يا منصور، يا منصور. ايوه اخوي، عاوزك تقب وتغطس وتجيب لي حمزه نهدله. حاضر اخوي. انت كمان ركبتني حق. طب اسمع يا عزام، يا تجيب باقي الفلوس اللي لي عندك يا تتشاهد على روحك. ايه انت عاوز تقتلني يا عفيفي؟ هقتلك واقتل اي حد يفكر انه هو ياكل حق عفيفه بزهران. اتشاهد على روحك. تقتل مين يا عطلان انت؟ معاش ولا كان يا اخوي. براو عليك يا منصور، براو عليك. تسلم الدماغ اللي فكرت يا اخوي. اسمع يا منصور، انا عاوزك تدفن الجته دي في اي خرابه، ومش عايز الدبان الازرق يعرف لها طريق. اسمع، ماشي كلامك. تطلع الجبل الزهار وتديله فلوسه وتقول له عزام الضحاوي بيقول لك مبروك عليك يا كبير الجبل. حاضر يا اخوي. معاش ولا كان اللي يساوم عزام الضحاوي. منصور، مرحبا زهار. خير يا منصور، موضوع ايه اللي عايزني في الحالي؟ اخويا عزام بيسلم عليك وبعت لك الفلوس دي، وبيقول لك لو نفذت اللي هو عاوزه هتاخد قده. قلت ايه؟ وماله؟ عيننا ليك ولا عزام بيه، دول ما فيها مصلحه. اذا كان كده ماشي، وانا هقول لك على المطلوب. قلت ايه؟ موافق. يوسف، يوسف، صباح الخير. عايز تفطر؟ ايوه. يلا تعالى فطرك معايا في الزرع. عامل ايه يا ناصر؟ عامل ايه يا حمزة؟ الحمد لله عايش. في حاجة كنت عايز أقول لك عليها ليلة ما اتقبض عليك بس نسيت يا حمزة. حاجة؟ حاجتي دي؟ يوم الحادثة كنا في المستشفى أنا وأبوي وإخواتك. المهم لمحت أخوك منصور بيتسحب وطالع من باب المستشفى، رحت أنا طالع وراه من غير ما أخذ باله. طب وانا مالي بالحكايه دي؟ انا عاوز ولدي، تصرف يا ناصر ودور عليه. دورت عليه كتير وما لقيتوش يا حمزة، بس أنا عايزك تسمع باقي كلامي يمكن تعرف حاجة تدلنا على طريق يوسف. طب كمل يا ناصر. المهم مشيت ورا أخوك منصور لحد ما طلع الجبل، وهناك نده على واحد اسمه عفيفي. واه، عفيفي؟
أيوة، وأنا سألت عليه ناس كتير قوي وعرفت إنه قتال قتلة، ودراع اليمين اسمه اسمه ايه؟ نسيت اسمه يا حمزة، اسمه تقيل قوي. ايوه، انا اسمع عنه عفيفي ده، بس عمري ما شفته. ده ما حدش بيروح له غير في الدم، واسمه عفيف ابو زهران. أيوة، عفيف أبو زهران. إيه بقى اللي خلى أخوك منصور يروح له، وإشمعنى في اليوم ده بالذات؟ الكلام ده ملهوش غير معنى واحد، ان اخواتي هم اللي لا مستحيل يا ناصر. ومستحيل ليه يا حمزة؟ مش إخواتك دول اللي بينك وبينهم مشاكل الورث؟ ايوه يا ناصر، بس ما توصلش لكده. لا توصل يا حمزة، وأنا متأكد 100% إن إخواتك ليهم يد في اللي حصل لك ده. يا شيخ عمران، يا شيخ عمران. جابر. السلام عليكم يا شيخ عمران. وعليكم السلام يا جابر. عامل ايه يا شيخ عمران؟ الحمد لله بخير، انت عامل ايه؟ والامانه اللي عندك عامله ايه؟ الحمد لله يا شيخ، الحمد لله. شكلك بيقول ان انت عاوز تقول حاجه. والله يا شيخ عمران انا جاي اخذ رايك في حاجه، وفي الاخر مش هعمل غير اللي تقول لي عليه. خير، اللهم اجعله خير. قول يا جابر. والله انا رحت اقدم للواد في المدرسه وطلبوا مني شهاده ميلاد، فقلت اجي لك تقول لي اعمل ايه. انا قلت لك يا جابر دي مسؤوليه كبيره يا ولدي. عارف يا عم الشيخ، والله خفت اسلم من المركز الواد يتهان وشكله واد ناس. طب ايه العمل دلوك؟ والله انا فكرت في حاجه كده بس ما رضيتش اعملها غير لما اجي اخذ رايك. قول يا جابر. والله بصراحه كده انا كنت عايز اعمل له شهاده ميلاد باسمي. اسمك؟ لا يا جابر، طب اني حرام يا ولدي. مش حرام سيبوك ده يا عم الشيخ، الواد باين عليه ناصح وخساره ما يروحش مدرسه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ها قلت يا شيخ عمران. يا بوي، يا بوي. منصور، امال كنت فين يا ولدي؟ كنت بزور حمزة يا أبوي. حمزه؟ قلت له 100 مره بلاش تعدي اخوات، انت معك بيت وعيال. لا حول ولا قوه الا بالله. يوم ما فكر في كلامي ووافق يرجلهم حقهم، اخواته سبقوه بالاذى. هو كان هيعمل إيه بس يا أبوي؟ حتى لو أخواته اللي عملوها مفيش دليل ضدهم. ما هو لو كان اتهامهم وقت المشكله الاولى كانوا هيخافوا يعملوا حاجه تاني معاه. ادعي ربنا إن ما يكونش هم يا أبوي، عشان حمزة لو اتأكد إن إخواته هم اللي عملوا فيه كده محدش عارف يكفنهم. واه، امال راح وين ودي المحروق ده؟ خبر يا زهار، اتأخرت ليه؟ خبر يا ود عمي، ما انت عارف نزلة الليل غير نزلة النهار. عارف يا زهار عارف، اخويا بعت لك القرشينات دول وبيقول لك مبروك عليك يا كبير الجبل. وانا تحت امرك انت واخوك في اي وقت. يا عمده، يا عمده. خير يا عوض، ولو ان اخبارك ما فيهاش خير واصل اللي من دول. لا المره دي خير، وخير كتير كمان. نقول الراجل الفقر اللي اسمه جابر. ايه وافق يبيع؟ لا اللي مات. لا جنابك. اوه انت هتلقطني بالكلام، ما تتكلم على طول. انا شفته النهارده هو رايح على الارض وكان معاه عيل صغير. ده ولده ده؟ والله ما نعرف يا عمده، انا شفته طالع بيه من البيت، خده على الارض ورجع بيه على البيت تاني. يبقى اكيد ولده. يمكن يا عمده. الله، يبقى تاهت والجناحه.